السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أصدقاؤنا المشاهدين من كل مكان، وحلقة جديدة من برنامجكم الشيق يحكى أنه. عنوان اليوم هو خيرهما من يبدأ السلام. وبطلي الحكاية هما صديقين عزيزين، أحدهما اسمه صلاح، أما الثاني فاسمه علي. هذان الصديقان اللذان لا يفترقان أبدا في المدرسة وبعد المدرسة، حيث تسكن عائلة الأصدقاء بالقرب من منازلهم، فدائما ما يقوما بحل الواجبات المنزلية مع بعضهما، ثم يقوما بقضاء الوقت في اللعب مع بعضهما، ويذهبان إلى الصلاة في مسجد الحي، ولا يفترقان إلا في وقت النوم، فينام كل واحد في منزله، ثم يتقابلان في الصباح أمام باب المنزل ليذهبا إلى المدرسة معا. كانت صداقتهما قوية جدا، حتى أن الجميع كان يغبطهما على ذلك، فلا يذكر صلاح إلا ويذكر علي، ولا يرى أحدهما في مكان إلا وترى الآخر. وفي يوم من الأيام، وعندما أكمل صلاح حفظ جزء من القرآن الكريم، أقامت والدته حفلا صغيرا، وكان الحفل جميل وسعيد، حيث احتفل صلاح وعلي وأصدقاؤهما. وعند نهاية الحفل حصل صلاح على هدايا، فجلس هو وعلي لكي يفتح الهدايا، وكانت فعلا الهدايا جميلة، لكن لفتت نظر الاثنين هدية واحدة، وكانت عبارة عن قطار كهربائي كبير. تحمس الاثنان للعب بهذا القطار، لكن في تلك اللحظة دخلت والدة صلاح، وأخبرت علي أن والدته اتصلت، وأخبرته أن يعود إلى البيت سريعا لأن موعد النوم قد حان. وفعلا ذهب علي إلى بيته على أن يلعبا غدا بعد المدرسة. وبعد الانتهاء من المذاكرة، وفي الغد عد يوم الدراسة بطيئا، عاد الاثنان إلى بيت صلاح، فقال صلاح: علي، أخرج القطار. وفعلا ذهب علي إلى مجموعة من الهدايا، ثم حاول إخراج القطار من بينهما، وبينما هو كذلك سقط القطار على الأرض. نظر الاثنان إلى القطار المكسور وهو على الأرض، شعر علي بالإحراج والحزن الشديد، وأراد أن يعتذر لصلاح لأنه لم يقصد، لكن صلاح كان في غاية الغضب ولم يعطه فرصة للكلام، وقال له بغضب: لقد كسرت قطاري الجميل، لا أريد أن ألعب معك مرة أخرى. فوجئ علي بهذا الكلام، وزاد حزنه لأنه لم يقصد ذلك، لقد سقط القطار دون قصد منه. فخرج علي مسرعا من منزل صلاح، وهو مصدوم من كلام صلاح معه. وجاء الغد حيث المدرسة، وكان الاثنان يذهبان مع بعضهما البعض إلى المدرسة، وينتظران بعضهما أمام باب المنزل. لكن كانت المفاجأة الصادمة، حيث ذهب كل واحد منهما بمفرده، حتى أنهما عندما تقابلا لم يسلما على بعضهما البعض. أصدقاؤنا المشاهدين، سنواصل في سرد الحكاية، لكن بعد فاصل قصير. فاصل ونواصل. أهلا ومرحبا بكم مجددا يا أصدقاء. عدنا إلى برنامجكم يحكى أنه. وعنوان الحكاية: خيرهما الذي يبدأ في السلام. كانت العلاقة بين الصديقين ليست جيدة، فكل منهما يذهب إلى المدرسة لوحده، ويعودان الاثنان كل واحد بمفرده. مرت الأيام وكل واحد منهما، صلاح وعلي، لا يكلمان بعضهما. وفي يوم من الأيام جاء المدرس إلى الفصل، وقرر إقامة مسابقة كبيرة. كانت إحدى المسابقات التي تقيمها المدرسة، ومن شروطها أن يشترك فيها كل تلميذين معا. فكر صلاح في دخول المسابقة، لكن من سيكون شريكه في المسابقة؟ بحث عن صديق، ولكن لم يكن لديه إلا صديق عمره، ليس لديه أعز من علي ليشترك معه، كما أنه يمكن الاعتماد عليه. لكن المشكلة كيف يمكنه طلب منه ذلك؟
كيف يمكن أن يكون شريكه وهما متخاصمان؟ هل يمكن أن يسامح علي على ما قاله؟ هل فعلا كان القطار يستحق أن يفقد صديقه العزيز؟ وجد نفسه يجيب بقوة: لا وألف لا. علي صديقي العزيز، وهو أقرب الناس إلي، لكن كيف يمكنني مصالحته؟ فقرر أن يحادث علي وذهب نحوه. فوجد علي متجه نحوه هو أيضا وهو مبتسم. ابتسم صلاح بدوره وأسرع يمد يده إلى علي. فما كان من علي إلا أن يمد يده ويصافحه. قال صلاح: كنت خائفا ألا تسامحني. لم أتوقع أن تتقبل اعتذاري بهذه السرعة. رد علي: أنت صديقي وأخي العزيز، فكيف لا أقبل اعتذارك؟ لقد شعرت بمرارة شديدة في الأيام السابقة. ثم تذكرت قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام يلتقيان. يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فقلت: كيف كنا نتقابل ولا نسلم على بعضنا؟ لقد ندمت أشد الندم، وقررت أنه يجب أن نتصالح فورا. وجئت إليك فوجدتك قادما نحوي. قال صلاح: لن أخاصمك أبدا. قال علي: بإذن الله. والآن علينا الاستعداد للمسابقة. انتهت الحكاية يا أصدقاء. ومنها نعرف أن الإنسان لابد أن لا يعيش وحده، فلا بد من صديق ونيس وصاحب يشاركه في الأفراح والأحزان. أيضا لا بد لنا من حفظ القرآن الكريم منذ الصغر حتى لا ننساه، كما أن الآباء لا بد من تشجيع أولادهم لحفظه ومكافأتهم عند نجاحهم، فهذا سيكون طريق النجاح والإيمان. كما أن المسلم إذا أتلف شيئا عليه أن يعتذر حتى لو لم يقصد، وأهم شيء أن المسلم لا يهجر أخاه، وإذا تخاصم مسلمان فعليه أن يصالح بعضهما، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وماذا عنكم يا أصدقاء؟ لا تنسوا مشاركتنا على رقم الهاتف الظاهر على الشاشة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. انتهت حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلقاكم في حلقة جديدة وحكاية جديدة شيقة ولطيفة. هذا صديقكم موفق ناصر يحييكم، وعبد السلام ناصر. نترككم في حفظ الله ورعايته. إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.